مريم فين؟ في سويسرا. مريم ايه رايك في رحله يا مريم؟ تجنن بس كده نقطه ونقطه. تجنن. بقالك سنتين بتبعتي لي. ده حقيقي. تمام. اول ما نطلع رحله. مع اننا اصحاب من زمان، ده حقيقي فعلا. والرحله دي كان انا فاكر احنا كنت بعتها لي كانت ب 4000 جنيه. نفس الرحله دي احنا من سنتين بس. ده حقيقي. دلوقتي احنا الرحله دي الحمد لله عملناها بعد سنتين. ايه رايك في الرحله؟ تنصحي الناس بايه؟ حلوه، الناس جميله، الاماكن تجنن، نظافه، منظمه، وانت بصراحه ما بخلتش علينا باي حاجه. كنت عايز تفسحنا، عدمتنا العافيه ماشي بس انبسطنا وعلى قلبنا زي العسل. ربنا يخليكي. لا والله انبسطنا جدا جدا جدا. ربنا يعزك يا رب. والاماكن كانت حلوه وكانت يعني above expectation بصراحه. طيب. انا ما كنتش متوقعه انها تبقى بالحلاوه دي. انت كواحده مش هقول بتشتغل فين، بس دايما قاعده في فنادق. ده حقيقي. فجاه ان انت تنزلي من فندق لهوستل، هل انت حسيتي انك عملتي داون جريدنج؟ لا ولا حاسه ان فعلا كل حاجه كان سيم والله. فطار يجنن في المكان، حلو قوي، النظافه، كل حاجه موجوده. ما كنتش متخيله بصراحه فكره الهوستل انها تبقى كده، مش داون جريد، بس ما كنتش متصوره انها تبقى كده. اوكي. يعني لا، كانت above expectation. يعني انا لو هقيمها مثلا، انا كاني كنت في 5 ستارز مثلا، وانا في الاوتيلات بتاعت اوروبا معروفه انها ممكن تبقى 3 4 نجوم، بس نظافه، كل حاجه موجوده. اختياري كان موفق للهوستلز. كل حاجه، انترنت موجود، فطار، اكل شرب، الفطار يجنن، اوبن بوفيه في كله. ده حقيقي فعلا. طبعا في كل بلد بسعر، بس اتس سيم تقريبا، الافريج مش 10 يورو بس طبعا حلو قوي. ولو احنا عملنا كومباريزنج بسيطه، انا لو هطلع بره اشرب كافي زي ما حصل قبل كده، هتبقى تقريبا ب 6 ولا 7 يورو، وانا بفطر جوه باكل اللي انا عايزاه وباخد معايا وانا خارجه ب 10 يورو. ونشرب برضه القهوه برضه نفس القصه، نشرب برضه القهوه. تنصحي البنات بايه؟ لا يلا بقى تشجعوا، لازم يتشجعوا. وانا بشجع حتى اخواتي البنات ان هم برضو يطلعوا معاك المره الجايه. في بنات دايما بتخاف اللي هو لا ولد واطلع مش هطلع مع ولد ما اعرفوش. ده صعيدي جدا، ده يعني بيخاف علينا جدا، وما تروحوش وما تجوش وما تعملوش. لا بصراحه لا ربنا يخليكي. ما اقدرش اقول اكتر من كده. ايه رايك في الدول اخر حاجه؟ لا طبعا بجد، يعني انا سافرت قبل كده، مش اول مره اسافر، بس معاك لا، انا اتفرجت على اماكن وحاجات احلى بكتير بصراحه. المجر عجبتك؟ قوي. انا ما كنتش متخيله ان المجر بالحلاوه دي، ويمكن احنا طلبنا منك انك تعمل لنا رحله لبودابست تاني. طب الحمد لله ما شبعناش منها. الحمد لله انتم انبسطتوا جدا. اتمنى نطلع مع بعض تاني. شكرا لوجودك، وكنت سبورتيف جدا 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 ليا. ميرسي ليك عشان ما بخلتش علينا لا بوقتك ولا بمجهودك. ربنا يخليكي. ورغم ان كل واحد طبعا بدماغه، وكل واحد انت حاولت تتوفق على قد ما قدرت. انا بحاول يعني اختار فعلا على قد ما اقدر الناس، ما اجيبش ناس بس يعني وطلعنا مع بعض يعني عملنا فلتريشن طبيعي لاي مكان لكل الناس، لان مش كل الناس دماغها واحده، بس طلعنا بمجموعه جنة الحمد لله، وما بطلناش ضحك. دي اهم حاجه. هو بسبب محمود في الاخر. محمود هو السبب كله. محمود هو السبب كل حاجه. ربنا يخليك يا مريم، وان شاء الله دايما مع بعض، ولما ننزل مصر نتقابل ونطلع بقى سفريات تانية ان شاء الله. باذن ربنا. هنمشي منك. تسلمي.